بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب الطوارئ؟ النهاردة يعني معانا حلقة مميزة، يعني بالنسبة لي مميزة جدا. و السيركمستانسز اللي أدت إلى إن احنا نسجل الحلقة دي الصراحة، يعني بالنسبة لي برضو يعني حاجات ما كانتش في الحسبان خالص. و... وهي جت زي ما بيقولوا ايه، تساهيل من عند ربنا. يعني كلمت الدكتور محمد عباسي، ربنا يبارك له، وقلت له يعني كنت صراحة عايز اجر رجله، وان شاء الله هجر رجله باذن الله. بس هو راح جاي محولني على الدكتور محمد عبد الرحمن، يعني سنيورنا الجميل الموجود حاليا في اليو اس اي، الولايات المتحدة الأمريكية. وصراحة قال لي إن رحلته رحلة يعني إيه مميزة. فأهلا بك يا دكتور محمد معانا اهلا في وسهلا، اهلا في بيك. هذه الحلقة من البودكاست. و يعني نبتدي بيه إيه؟ بتحب تقول إيه للشباب، تعرفهم بنفسك إزاي؟ يعني بداية المشوار بالنسبة لك في الطوارئ كان عامل إزاي؟ وبعدين إن شاء الله ناخدها بقى بعد كده واحدة واحدة. اولا اشكرك على الاستضافه الجميله، واشكرك انك يعني اديتني مساحه في البودكاست الجميل بتاعك. اميزنج ايديا يعني. ربنا يبارك لك. فاشكرك انك اديتني مساحه ان انا اتكلم فيه، يعني شرف ليا. آم، انا باختصار انسان مسلم، ومهتم وشغوف بفكره الاحسان وفكره احداث تغيير ايجابي بشكل عام، عشان لما الواحد يقابل ربه إن شاء الله ويقول له عملت إيه، آه، نقول له عملنا كذا إن شاء الله، يعني ربنا يكرمنا. فكل الرحلة بتاعتي يعني بتدور حوالين المحور ده، وفيها محاولات كتير لتحسين أوضاع معينة، إحداث تغيير إيجابي في أي مكان يعني اشتغلت فيه يعني. ربنا آم، يبارك. يعني ممكن نبدأ من أي مكان تحبه يعني. أنا يعني the brief يعني overview is إن أنا اتخرجت من كلية طب القصر العيني دفعة 2003. ما شاء وبعد ما الله. خلصت عملت التكليف، وده كان ليه قصة برضو كده لوحدها. وبعدين عملت زمالة طب الطوارئ في مصر. أعتقد يعني إن لم أكن مخطئ كنت أنا تاني دفعة يمكن من ساعة لما أنشأوا الزمالة. I think so يعني. وبعد لما خلصت الزمالة اشتغلت في مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي. اشتغلت مدير طوارئ بعدها على طول. وبعدها اشتغلت في الجامعة الأمريكية. كان عندهم زي primary/emergency care clinic. اشتغلت فيه شوية، وبعدين جيت على أمريكا. برضو كان ليا رحلة يعني في أمريكا. عملت فيها تروما ريسيرش فellowship، وعملت فيها MBA، وبعدين عملت ريزيدنسي in emergency medicine في ميشيغان ستيت يونيفرسيتي. وبعد ما خلصت اشتغلت بقى في مجموعة يعني من المستشفيات كلينيكلي. وحاليا بشتغل برضو في ويسترن ميشيغان يونيفرسيتي as an assistant professor. وبرضو حاليا انا الاسيستنت بروجرام دايركتور للامرجنسي ميديسن بروجرام في الجامعه. ما ده شاء الله. كده يعني ما شاء الله. بريف تايم لاين يعني. ربنا ما شاء الله، لا ما شاء الله، ربنا يبارك والله. ده يعني تايم لاين تقيل ما شاء الله، ربنا يبارك. طيب هرجع بقى بالزمن ورا خالص. يعني انت النهارده اتخرجت ورحت التكليف. يعني هل زمانة الطوارئ او هل الطوارئ ان جنرال كانت يعني نقول in your list of يعني of things في الاول، ولا يعني جت ازاي؟ لا انا يعني الطب من اساسه ما كانش على بالي. انا يعني طول عمري بحب الحاجات اللي ليها علاقه بالانجينيرينج، وانا حتى هاندي مان يعني بحب اشتغل بايديا واعمل حاجات مختلفه وانجر ومش عارف ايه. جميل. فكان في دماغي حتى من قبل الطب ان انا اخش هندسه، وبعدين قلت طب لا اخش اسنان.
وبعدين وقت لما قدمت بقى على كلية طب، كنت أنا في أمريكا وقتها في أجازة في الصيف، ووالدي بقى كان هو اللي هيملى الاستمارة يعني اللي هي بتاعة التقديم دي مم. وأنا بقول له في التليفون حط أول رغبة أسنان. عمي بقى الله يمسيه بالخير سمعني وقال لي أنت مجنون، تحط أسنان إيه؟ أنت لازم تخش طب، أنت هتقعد طول عمرك حاشر نفسك في بق العيان، خد الجسم كله على بعض. وما كنتش متصور ان ممكن تجي لي طب اصلا، فقلت له خلاص يعني حط اول واحده طب، وبعدين تاني واحده حط اسنان. وفي جميل. دماغي بقى ان انا هخش تاني رغبه وخلاص يعني. وبعدين بقى شاء ربنا انه تجي لي اول رغبه، فدخلت القصر العيني وخلصت. ولا مم. بعد لما خلصت كان بقى وقتها التكليف. ففاكر انا كنت قاعد يعني على الكمبيوتر وقتها بشوف بقى التكليف بتاعي جه فين. وبعدين لقيته جه في اسعاف السويس. كنت قاعد انا وفاكر ان كان والدي وكان جوز اختي، كان هو زميلي في الجامعه برضه. مم. وبعدين بقول له رحت ضاحك كده يعني ضحكه فيها سخريه كده، قلت قال لك الاسعاف في السويس مش رايح طبعا يعني، ما انسى انسى، انا هستقيل ويعني ما مش هروح الاسعاف بتاع السويس. وما تمام. كانش فيه وقتها يعني اي علامه لطب الطوارئ يعني. وبعدين والدي بقى قعد يقول لي طب يعني ما تيجي نجرب نروح كده نشوف الوضع ايه. فروحنا مديريه اسعاف السويس، وشاء ربنا انه دخلنا على مديره المديريه، وقابلتنا استقبال جميل جدا وقعدت كده وجابت لي عصير وبتاع، وكنت حاجه يعني مش متعود عليها في اي حاجه حكوميه خالص يعني. وقالت لي الاسعاف جميل وتروح وهتتبسط وبتاع. وسبحان الله قررت ان انا يعني هقبل يعني وهروح التكليف. وكانت فعلا من احلى السنين اللي مرت عليا. كان تكليفي جه على وحده اسعاف قدام البحر الاحمر على طول في العين السخنه. يا وكنت ما شاء بروح الله. اسبوع واروح اسبوع، وفي خلال مم. الاسبوع بقى ده ده الوقت اللي اتعرضت فيه بقى لفكره الامرجنسي ميديسن ان جنرال. بقى تسمع بقى في الراديو يعني على مش عارف اتوبيس اتقلب وفي مش عارف 10 15 بني ادم، وتروح انت بقى الدكتور بتاع الاسعاف تروح تشوف العيانين دول وتحاول تعمل لهم بقى ترياجنج اون سين، واللي مكسور واللي محتاج ريساسيتيشن واللي محتاج سي بي ار. فلقيت ان الموضوع عجبني جدا يعني. وحسيت ان انا يعني المجال ده يعني بتاع فكرة الاسعاف ده جميل ومستهويني. وعجبني ان انا يعني الادرينالين رش في الحته دي بيبقى عالي جدا وفعلا بيبقى ليك امباكت على العيان. فظهرت وقتها بقى الزماله بتاعه طب الطوارئ، مش فاكر كنت في كونفرنس ولا كنت في ايه، وسمعت ان في حاجه اسمها الزماله المصريه لطب الطوارئ و... وعلى ضوء الكلام ده دخلت في الزماله. جميل. جميل. ما شاء الله يعني. سبحان الله. طيب يعني هو انا عاجبني في الموضوع ده نقطتين، يعني نقطة يعني الوالد ربنا يحفظه ويبارك فيه. آه، آه، ان هو تفهمه في حتة انه والله انت عايز اسنان انا هكتب اسنان، عايز طب يعني اللي هو في مساحة للاخذ والعطاء يعني في اختيار التخصص او في اختيار الكلية يعني. بس خليني أسأل سؤال هنا يعني أظن يعني كان موضوع اختيار الكلية ده كان في التسعينات، يعني كنت بتكلم في التسعينات تقريبا يعني، والتقديم كده في التسعينات. صح. آه، فأظن التكنيكال وايز كان يعني تكلم حد في التليفون في التسعينات في مصر كان هيبقى كان يعني مزعج شوية يعني. آه، بس السؤال هنا تحديدا يعني إيه، هل أنت يعني لما خلينا بعد النهارده كام ما شاء الله يعني بعد اكتر من 25 سنه ولا حاجه، هل شايف ان ده كان قرار خلينا نقول ايه كويس نعم. او مظبوط؟ انا يعني مش متخيل الصراحه دلوقتي ان انا كان ممكن اعمل حاجه تانية مم. غير emergency medicine. واعتقد لو رجع بيا الزمن كنت هاخد نفس القرار. وحتى الطب ان جنرال يعني لما دخلت في الاول دخلت عظام، يعني أنا عملت 6 شهور نيابه عظام، لان بقول لك كنت بحب انجر واحب استخدم التولز وكده. مم. و
سبحان الله لقيت ان انا يعني مش مستهوياني فكره انك تبقى واقف في عمليه عدد ساعات طويله، وبقى الانفايرمنت بتاع الاو ار ان جنرال. انت عارف ساعات لما العيان بيتخدر وينام، العيان بقى خلاص مش سامع حاجه، فالكومنتس حتى اللي تطلع من الستاف ساعات بتبقى ان ابروبريت، وما كنت الموضوع ده كان بيضايقني يعني، ما كانش مم. عاجبني. اه. آه، وبعدين لقيت انه مع الوقت برضو لما بتقعد تعمل نفس العمليه مره واثنين وثلاثه وبتكررها، خلاص يعني it's not challenging anymore يعني. مم. آه، على الاقل في المرحله اللي انا شفتها يعني. لكن لما دخلت الاي ار يعني حسيت ان هو ده بالظبط اللي انا بدور عليه، لان انا كمان مش من النوع انت عارف دكاتره الاي ار كايند اوف الاتنشن سبان بتاعهم بيبقى قليل شويه، او مم. بيبقوا يعني عايزك تجيب من الاخر يعني. اه. حتى لما حد يجي من ريزنس يجي يديني برزنتيشن او كده، بتبقى ساعات تقول له يعني كات شورت، يعني خش في الموضوع على طول. ف دي نقطة. فاللونج تيرم ريليشن شيب مع العيان ما كانتش مستهوياني، انا مستهويني الاكيوت سيت اب. مم. هو جاي عايز تعرف فين المشكله، عامله زي البازل كده بتحلها، مم. وده اللي هتعمله، تنقذه تسعفه، عيان بيبقى ستيبل، حد بقى تاني يكمل بقى المشوار بقى اللونج تيرم مع العيان. فلا، إجابة لسؤالك يعني مش متصور ان انا كان ممكن اعمل حاجة تانية غير الاي ار بعد طيب مرور معلش ده الزمن. يعني معلش ده هيجرني لسؤال هنا يعني. آه معلش سامحني في السؤال ده يعني. فيلمي يعني انت عن مرحلة ما قبل الجامعة يعني. كون كون ان انت مثلا دخلت في environment مثلا الجراحية وما عجبكش الوضع. وبتتكلم يعني في أثناء كلامك بتقول لي يعني inappropriate، يعني في حاجة بتحصل inappropriate words أو inappropriate كلام inappropriate وبتاع. يعني to this level فده محتاج يعني معلش في الكلمة يعني باك جراوند اوف يعني في تربية كده معينة. فمعلش سامحني هدخل في النقطة ديت وأسألك عليها يعني. أجواء التربوية بتاعتك أو ما قبل الجامعة، يعني كنت عايش فين؟ التربية كانت عاملة إزاي في الأسرة يعني، أو الأجواء الأسرية كانت عاملة إزاي؟ تمام. انا اتولدت في امريكا، وبعدين بعد ما عشت سنة يعني والدي ووالدتي ما حبوش ان انا اتربى في المجتمع الامريكي ان جنرال. نزلوا بيا على مصر، قعدوا يمكن سنة ولا سنتين، كنت انا لسه صغير يعني. وبعدين رحنا على الامارات، على ابو ظبي. وابو ظبي هو المكان اللي انا اتربيت فيه يعني، يعتبر قبل الجامعة قعدت من الكي جي لغاية لما خلصت كل ده في ابو ظبي. واعتقد الوقت اللي انا كنت فيه كان العصر الذهبي يعني. كان البلد لسه بتقوم على حيلها، وفي قيم عالية جدا ومبادئ عالية جدا. المدرسة اللي أنا كنت فيها كان ليها يعني بعد إسلامي شوية، وكانت مدرسة محافظة، وكانت very diverse برضو، كان فيها مصريين كتير. وكانوا دايما يعني وأنا في المدرسة، يعني لما يحصل مشكلة مثلا ولا حاجة يقول لك ايه، هات الواد ده يجي يقول لنا ايه اللي حصل، عشان ايه مش هيكذب يعني. يعني انا اتربيت مم. في بيئة فيها قيم عالية للخلقيات، الخلقيات بشكل عام يعني. مثلا الكذب ده ما ينفعش تكذب. ما وانا كنت يعني انا ووالدي ووالدتي واختي يعني، كنا عيلة صغيرة يعني. وكان لينا بقى اصدقاء كتير كلهم من نفس يعني الخلفية يعني ان جنرال. المجتمع نفسه كان مجتمع جميل جدا يعني. ناس عايزة تعيش، ناس بسيطة جدا، وما فيش يعني ضغائن في القلوب، ما فيش أحقاد، ما فيش يعني حتى فكرة يعني. اتصدمت، يمكن كان عندي شوية كالتشر شوك لما نزلت مصر بعد ما خلصت، لأنه لقيت ان الناس حتى بتقسم بعض تقسيمات غريبه يعني. يقول لك مثلا وانا في الجامعه الواد ده شكله ابن ناس، الواد ده شكله بيئه. وبعدين اقول يعني على اساس ايه انت حكمت يعني الحكم ده؟ فقال لك لا، ابن الناس ده اللي هو لابس شيك كده ومعاه عربيه حلوه وبتاع، ده كده مم. يبقى اسمه ابن ناس. انما مم. بقى اللي مش لابس قوي او شكله يعني بسيط الحال شويه، ده يبقى
فيعني كنت متضايق جدا، قعدت سنه حتى في الجامعه ما بكلمش حد، يعني ما اعرفش حد تاني، قاعد في الدكه في المحاضره بروح وامشي، ماليش علاقه باي حد، لانه ما عجبنيش. انا ما كانش يخطر على بالي اصلا فكره ان في حاجه اسمها واحد مثلا ابن ناس، واحد مش ابن ناس، واحد غني، واحد فقير، واحد الفكره دي اصلا ما تخطرش على بالي من اساسه يعني. ف... مم. فيمكن من هنا جت الموضوع ده، يعني انه الحاجات اللي انا ما كنتش متعود عليها وانا صغير، لما لقيتها بتحصل قدامي حسيت انه او الهزار بالشتيمه مثلا، فاهم، او يعني كل مم. الحاجات دي كانت بالنسبه لي شوكينج في الاول، ما كنتش متعود عليها، ما بشوفهاش، ما اعرفهاش. ف... جميل. فيمكن كان ده السبب للموضوع ده يعني. مم. جميل والله، يعني جميل و very interesting و very true يعني. آه، ربنا يبارك لك يا رب. طيب هننط بقى يعني لما بعد الجامعة، وفي لما دخلنا بقى الإسعاف والتكليف، وبعدين بدأنا آه، الزمالة، و يعني أسألك بس في الزمالة، يعني أنت خدت الروتيشنز، يعني كلمة عن الروتيشنز في الزمالة يعني كانت فين؟ يعني المحطات الرئيسية بالنسبة لك في الزمالة كان شكلها عامل إزاي؟ الزمالة كانت كلها في مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، وقتها كانت الزمالة 3 سنين، وكانت امم. كلها روتيشنز، وكان فيها مشاكل لأنه كانت لسه في الأول وما كانتش لسه ويل ديفلوبد، وكان في مشكلة حتى في المنتورز، يعني مين اللي هيبقى السوبرفايزر بتاعك في المستشفى، ومين اللي هيعلمك وهتتعلم ازاي. فطبعا كنا بنروح نقعد في الطوارئ. انت قاعد جي بي، انت قاعد ريفيرال، يعني ما يسمى بالترياج او الترياج، يعني بالعربي يعني. ما اللغة دي. كانش اكشولي يعني ترياج من اساسه، يعني كان عباره عن ريفيرال سيستم. العيان يجي لك وانت قاعد تقول اه ده عرض بطنه، ده عرض جراحه، ده محتاج عظام، بس لكن انت دورك تعمل ايه؟ مفيش. يجي لك واحد مثلا هايبرتنسيف، امبول لازكس وقرص كابوت من تحت اللسان، يعني في حاجات كده كانت دباجه. هو ده كان الطوارئ. فطبعا بتخش انت بقى بتبتدي تسمع حاجات وتتعلم حاجات، وبعدين تحس ان انت فين الطوارئ دي يعني انا مش شغال طوارئ، انا شغال محولجي. امم. فالروتيشنز بقى كان برضو صعب تو فيت ان، لانك بتروح مثلا الاي سي يو، ما هو في نواب في الاي سي يو عايزين يشتغلوا، تروح العظام مثلا في نواب في العظام، الجراحه في نواب في الجراحه، فلازم بقى تحاول تسلك نفسك في النص علشان تقول لهم انا عايز اتعلم كمان. وبعدين يجي بقى يقول لك طب انا هعلمك ايه الحاجه اللي انت هتحتاجها في الطوارئ، وايه الحاجه اللي انت مش هتحتاجها. فكان صعب. فكنا بنلاقي ان احنا بنحاول نعلم نفسنا بنفسنا، او نحاول نقرا من كتب خارجيه، نحاول نفهم. فإت واز تاف يعني. خلصنا وزي ما تقول كده ايه، يعني كان الهدف ان انت تنجح في الامتحان وتخلص علشان بس يبقى معاك الشهاده. وبعد كده بقى يعني حتى بعد ما خلصنا it was challenging to find a job، لانك تتكلم اي مستشفى تقول لهم انا دكتور طوارئ، يقول لك ايوه يعني جي بي، ما احنا مش محتاجين جي بي. تقول لهم لا انا طوارئ يعني بشتغل في الطوارئ، يقول لك ايوه يعني انت جراحه ولا باطنه ولا. ما كنت حتى تروح تشتغل برايفت، تروح بتبقى قاعد جنبك بتاع الجراحه وبتاع الباطنه وبتاع العظام قاعدين في الطوارئ برضه. طب انا ما انا مش ده، انا كل دول مع بعض. ف... فكانت صعبه يعني. الناس الصراحه كانوا بيبذلوا مجهود وبيحاولوا ان هم يعلمونا، السوبرفايزرز كانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا يعملوا معانا ميتينجز في الاقسام، بيحاولوا، لكن in general it was suboptimal يعني. امم. كانت كانت لسه متعبه حاجة شويه. في البداية يعني. اه. تمام. طيب من الزمالة لإدارة الطوارئ في مدينة نصر، يعني ايه يعني شايف موضوع، هل الموضوع اختلف معاك؟ او يعني هل انت يعني خلينا نقول كونك ان انت كنت موجود في الزمالة اثناء الزمالة بتاعتك في مدينة نصر التأمين، في المستشفى نفسها يعني، ده سهل عليك بعد ما انت خلصت ان انت والله ده دكتور نعرفه اشتغل في الطوارئ، فعارف الطوارئ فيلا نشيله الطوارئ، ولا جت ازاي؟ لا هو الشغل بتاع مدينه نصر فادني جدا 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 في تكوين شخصيتي.
لكن مش بالضروره في الحته بتاعه الكلينيكال ان انا ابقى يعني a better clinician in general. ليه جميل. بقى؟ لان انا لما كنت في الزماله I was so frustrated، يعني كنت هتجنن بانه يعني انا دايما كنت اقعد اقول بيعلمونا ازاي تسوق طياره وبعدين بيدوك اتوبيس يقول لك طير، يعني they teach you how to fly a plane and then they give you a bus and tell you fly. يعني ده كان تصوري. انا دايما بحب اقول يعني دايما بقول المثل ده، انه انت بتتعلم حاجه وبعدين تيجي تطبق، البيئه العامه اللي انت شغال فيها ما تساعدكش على ان انت تعمل اللي انت اتعلمته. فكان عندي يعني frustration رهيب من الموضوع ده. فلما قربت اخلص الزماله قلت لنفسي انا لازم اغير الوضع ده، يعني الكلام ده مش هينفع وهيكمل بقى على الاجيال اللي ورانا. رحت شادد ورقه وقلم وابتديت ارسم اللاي اوت بتاع الاي ار عندنا على الورقه تو سكيل. وقلت انا هغير اللاي اوت ده بتاع الاي ار واخلي المدخل من هنا واعمل مدخل الاسعاف من هنا، ونحاول نعمل ترياج ويبقى دي الاوضه بتاعت الترياج، ونغير الاسامي الاوض تبقى كده ومش عارف ايه. وعملت بقى بروبوزل كبير كده كتبت فيه كل المشاكل وكل الحلول. ورحت قدمته لمدير المستشفى. كان وقتها مدير المستشفى الدكتور احمد زكي بقى الله يرحمه، كان راجل يعني ليه فضل كبير عليا جدا يعني الصراحة. هو كان أستاذ جراحة الأطفال في عين شمس، وكان اشتغل في استراليا فترة طويلة، وجي بعد كده على مصر وابتدى يعني اشتغل بقى كمدير للمستشفى. and he was so welcoming للأفكار اللي أنا كنت بحاول أطبقها. ولما عرضت عليه قلت له يعني أنا بس بقترح على حضرتك الموضوع ده علشان نحسن الوضع العام في الطوارئ. قال لي طب بقول لك ايه، انت تبقى مدير الطوارئ. فقلت له انا يعني انا مش هو ده اللي انا ما عنديش خبره يعني في الاداره يعني، ومش ده اللي انا عايزه. انا عايز بس الاقي مكان اشتغل فيه. قال لي لا انا هسال سبورت يو وما تقلقش يعني I'll back you up. فقلت له خلاص بس في مشكله صغيره. قال لي ايه؟ قلت له انا يعني زمايلي كلهم اللي خلصوا الزماله في طريقهم لان هم يسافروا بره، وانا الصراحه يعني عندي الكابابيلتي لان انا اسافر بره، لان زي ما بقول لك انا يعني ما عنديش مشكله في موضوع الفيزا. لو انا حبيت اسافر مثلا اشتغل في امريكا او اتعلم او اعمل نيابه تاني او كده، لكن كنت عايز اقعد، يعني عايز اقعد وعايز اغير الوضع في المستشفى. فقلت له بس انا يعني ما فيش فلوس، انا دلوقتي راجل عايز اتجوز، كنت ساعتها بقى يعني خاطب تقريبا وعايز بقى يعني عايز اتجوز بقى وافتح بيت وكده. وقلت له كل الناس بتسافر لانه ما فيش فلوس، يعني ما الناس امكانيات الماديه ضعيفه جدا يعني، علما من دكتور الطوارئ وقتها كان بيقبض كويس جدا. فقال لي طب انت عايز ايه؟ قلت له انا يعني عشان اشتغل الشغلانه دي لازم يعني تديني مرتب. قال لي انا عايز كام يعني؟ قلت له انا عايز 4000 جنيه. بالتالي وقتها كان ده المبلغ. قال لي خلاص وانا موافق. قلت خلاص حلو، جميل. انا هقعد كده وهشتغل. وقلت له انا مني ليك انك تلاقي فرق. لو بعد سنه لقيت مفيش فرق في الطوارئ دي انا مش هكمل الشغلانه دي. قال لي خلاص. وبالفعل قعدت تقريبا سنتين كمدير للطوارئ. عملنا تشينجز فظيعه. عملنا يعني we implemented الامرجنسي سيفيريتي اندكس اللي هو الترياج سيستم بتاع امريكا، لاول مره كان في مصر يعني يتعمل. وعملنا بقى ورق جديد اختار الفحص ده اللي العيان كان بيجي يعني تكتب فيه بقى الهيستوري والكلام ده، لغيناه وعملت واحد جديد، وعملت لوجو للطوارئ، وعملت تيم، وغيرت في الستاف كتير. ورحنا بقى اشترينا، جمعنا فلوس واشترينا مش عارف اوفر هيد كول سيستم وانستولد بنفسنا. وكنا بنروح بالليل نشتري دهانات وبتاع ونقعد ندهن بنفسنا الحيطان وندهن الابواب. و يعني غيرنا اللاي اوت زي ما كنا عايزين نغيره. قعدنا تسميه الاوض لاسامي مختلفه، وعملنا ريسسيتيشن روم. عملنا بقى تريننج للناس، وعملنا ريسسيتيشن تيم،
وفعلا العيان بقى اللي كان بيجي باي اس اي ليفل 1 او ليفل 2 كان بيخش الريسسيتيشن روم لوحده ويتعالج لوحده ويبقى ريسسيتيتد لوحده خارج لان كان ممكن تلاقي مثلا الاوضه اللي هي بتاعت الانتظار دي او الاوبزرفيشن يعني روم فيها مم. عيان يعني بيري ارست وجنبيه عيان عنده كحه، يعني الاثنين نفس النيرس، اه. النيرس تو بيشنت ريشيو هي النيرس اللي بتعالج ده هي اللي بتعالج ده. مم. فالمهم يعني بعد سنه تقريبا كنت تخش الطوارئ دي لو رميت دبوس ابره تسمعه في الارض من الناس كلها سايلنت وكله عارف هو بيعمل ايه. العيانين بقى اللي هو الهوجه بقى مجموعه الاهالي المرضى اللي بيخشوا مع المرضى دول منعناها. وطبعا ده عمل مشاكل كبيره جدا مع المستشفى والعاملين، يعني كان في اساتذه متعودين يخشوا المستشفى من باب الطوارئ، فلغيت انا الكلام ده. فطبعا ده كان يعني بيعمل كلاش معايا انا، لانه مين اللي قال ان انا ما اخشش؟ انا بقالي في المستشفى دي مش عارف 20 سنه، يعني ايه انا اتمنع من ان انا اخش هنا؟ لولا بقى مدير المستشفى اللي كان باكينج مي اب ده كنتش عرفت اعمل حاجه من الكلام ده. فهي باكت مي اب ريلي سترونج مم. وخلاني قدرت اطبق الكلام ده. وبعد سنه اعتقد ان احنا كنا خدنا زي ما تقول يعني احسن طوارئ في على مستوى الهيئه العامه للتامين الصحي. جميل. وكلموني بعدها قالوا لي تعالى بقى انت احنا عايزينك تبقى في مش عارف اللجنه العليا ولا مش فاكر والله كان اسمها ايه، لتحسين شؤون الطوارئ في مصر. ورحت قابلت بقى مع الوزير ومع مساعد الوزير وقتها وقعدنا وقالوا لي انت هتقعد بقى في الكوميتي دي وهتقول لنا بقى نعمل ايه في الطوارئ في يعني ان جنرال في مصر. وبالفعل ابتديت اروح الكوميتيز دي. كنت انا يعني اصغر واحد في الكوميتي، كان كل اللي قاعدين مثلا خمسينات في السن وانا الوحيد اللي كنت لسه يعني في العشرينات يمكن اوائل الثلاثينات. واي حاجه بقى ليها علاقه بالطوارئ يرجعوا لنا يقولوا لي هنعمل ايه، اقول لهم طب نبتدي بكذا نعمل كذا. وابتدت بقى المناوشات والمحاورات في الوقت ده على موضوع تحسين الطوارئ ده. فالسنه دي او السنتين اللي انا قعدتهم في الطوارئ كانوا بالنسبه لي اولا يعني عرفوني ان الاداره something that I'm passionate about. يعني عجبتني جدا جدا فكره الاداره وفكره حسيت ان انا الامباكت بيبقى اكبر، تقدر تعمل يعني تغيير يبقى ليه صدى اكبر. وحسيت كمان انه اتعلمت فيها يعني how to lead people وغلطت طبعا كتير وتعلمت من اخطائي ورفدت ناس وعينت ناس وشفت الايفكت بتاع الكلام ده عامل ازاي. وفهمت فعلا يعني قيمة التيم وورك. شفتها على أرض الواقع يعني وعرفت لما يبقى عندك strong team a very strong team ممكن تعمل بيه تغيير فظيع غير لما تبقى أنت شخص لوحده يعني. وفاكر حتى ان في مره من المرات يعني آه، جالنا عيان برضو in cardiac arrest in persistent VFib وقعدنا نعمل له يعني نديله شوك I think like 15 or 20 times وقعد 45 minutes resuscitated. وبعد يمكن 45 دقيقة we had return of spontaneous circulation والعيان اتحجز. وبعدها بيومين ثلاثة قام وفاق وخرج من المستشفى على رجليه، كانش عنده أي نيورولوجيك ديفيسيت حتى نشرت وقتها في الجورنال. بس أنا بقول لك يعني ان الناس كانت عارفه شغلها لدرجه انه حتى السي بي ار كان بيتعمل يعني دقيقتين وتشيك البالس، يعني دقيقتين وتشيك البالس. ما فيش حاجه اسمها بقى كمل لا وقف واعمل لي انتوبيشن وانت موقف، ما فيش الكلام ده بقى خالص يعني. جميل. ففادوني جدا السنتين دول. بس on the other hand ابتديت بقى كلينيكلي مستواي ينزل لان طبعا ما بشتغلش بايدي كتير. ومع الوقت بقيت انا ادارجي بس، يعني مش حاجه ان انا بمانج ذا ديبارتمنت اند مانج بيبل. وده كان بقى الموضوع مضايقني يعني. جميل. جميل. يعني انا عاجبني صراحه يعني حته الريفليكشن اللي انت قلتها انه يعني عشان تبقى قادر ان انت تعمل تغيير بحته المانجمنت سبورت، يعني في حد باكينج يو اب، يس. وان انت يبقى معاك سترونج تيم.
و يعني هاجي شوية وهتكلم يعني كمان شوية على النقطة ديت. بس خليني أسأل سؤال هنا سريع. آم، أنت شايف كان إيه أهم تحدي أو يعني أو الميجور تشالنج في الفترة دي بالنسبة لك؟ آم، الناس امم. الناس اللي انت شغال معاهم، انت مش سهل انك تغير في الناس. محتاجة مجهود علشان خاطر يعني تكومينيكيت يور فيجن. يعني هو اهم حاجة ان يبقى عندك فيجن، وبعدين when you get people on board ويبقوا يعني فاهمين انت عايز ايه، وتقدر تقنعهم بالرؤية دي ويبقوا معاك. موضوع مش سهل. وفي ريزيستنس. ومن التحديات الكبيره، الناس اللي كان بقالها 20 25 سنه من الدكاتره او التمريض اللي شغالين ومتعودين بيعملوا حاجه هي طول الفتره دي، وبعدين يجي واحد لسه جديد متعين يقول لهم لا، اللي بتعملوه ده غلط، او حتى لو مش غلط هنغيره. فاضطريت ان انا يعني انت عارف لما بيبقى في حد يعني انا بسميه كده زي عامل زي اللي بيبخ السم كده. يعني لو انت عندك مثلا برميل فيه تفاح مثلا ولا اي حاجه، وحطيت بس نقطه سم واحده، ممكن تبوظ لك الليله كلها. ده حقيقي ف... فعلا. فكنت بلاقي ان في ناس بيشتغلوا في الطوارئ توكسيك لبقيه الناس كلها. يعني انت مش عارف تعمل تغيير لانه ومش and they don't want to be on board. انت فاهم عايزين بقى ايه؟ لا احنا بنروح اولا، طبعا ما حدش بيجي في الميعاد. يعني مفيش حاجه اسمها واحد يجي في ميعاده في الشيفت مثلا، او الساعه 8 يبقى الساعه 8. لا، 8 ده يجي لك مثلا 9 الا ربع، يجي لك 9 وربع، وما تقدرش تكلمه. وبعدين لما يبتدي يقول لك لا انا لسه هفطر، فرش بقى الجرنان المتين والفول والطعميه تطلع، ونقعد ايوه، نفطر عشان نعرف نشتغل. وبعد ما نفطر يبقى عايزين كوبايه الشاي. ايوه، فاهم؟ الله ينور. ف... فتلاقي ان عشان تغير الموضوع ده كان صعب. وعشان مم. تغير حتى كمان مفهوم الطوارئ عند الناس البابليك برضو كان صعب جدا. عشان تقول مم. للناس لما تيجي داخل الطوارئ يا جماعة واحد بس مع العيان. يعني أنا فاكر مرة الأمن كانوا واقفين على الباب سدين الباب، وفي راجل مريض داخل و... و... ومعاه كتيبة، يعني معاه بتاع 10 15 واحد. انت عارف بقى احنا باشنت قوي وايموشنال يعني في مصر، بقى عايزين بقى ايه، كلنا خايفين وعايزين نبين خوفنا. فكلهم عايزين يخشوا، فقعدوا يتخانقوا مع الراجل بتاع الامن ده. فسمعت الدوشه، طلعت قلت له افتح الباب. الراجل فتح الباب، راح قلع الحزام ولاسع الحزام على الناس اللي واقفين قدامه. جت على الممرضه، فاهم، اتضربت و... واتعورت. لا اله الا يعني الله. مم. these are challenges عشان تفهم البابليك يعني ايه اي ار اصلا، ويعني ايه امرجنسي، وامتى تروح وامتى ما تروحش. وكان يجي عيان مثلا يجي داخل من الباب تقول له لا انت you don't need the ER، روح على العياده الخارجيه من هنا. مش سهل. فاعتقد dealing with people سواء كانوا الستاف او العيانين نفسهم كان من اكبر التحديات يعني. جميل. آه، من من مدينة نصر بقى للهيئة العامة للطوارئ في مصر، وبعد كده ال AUC. قبل يعني عايز أسألك شوية عن الموضوع الإدارة العامة، يعني أو الهيئة العامة لإدارة الطوارئ في مصر. يعني كان إيه المين رول أو المين أوبجيكتيفز بتاعت الرول ده؟ هو وقتها كان في يعني زي ما تقول من ضمن أهداف الوزارة وقتها كانت إنها تحاول تحسن ال- الطوارئ والإسعاف. كان وقت بقى ما عملوا عربيات الإسعاف الجديدة واليونيفورم الجديد، ويعني كانت في الهوجة دي. فكان كانت الوزارة عايزة إنها تطور منظومة الطوارئ بشكل عام في مصر. كان آم، كان إمتى فكان بقى؟ هدف الهيئة دي هي إنها تبص على الأقسام الطوارئ المختلفة في أنحاء الجمهورية، وتشوف تقدر تطورها إزاي. يعني يعملوا كده نماذج مختلفة من الطوارئ، ويمسكوا منطقة منطقة يحاولوا يتطوروا فيها الطوارئ يعني.
بس الموضوع ده ما تجاوز يعني الدiscussions يعني مم. خالص يعني هو كان اعتقد كان قبلها كمان على ارض الواقع. كنت انا برضو كونت فريق من الناس اللي كانوا شغالين معانا، وعملنا زي يعني مؤسسة كده سميناها EDOCS Emergency Department Operations and Consultancy Service. وكانت يعني زي فولنتير افورت يعني كده، ان احنا كنا بنروح لمستشفيات تانية في الهيئة، ونروح نقول لهم يعني احنا عندنا استعداد ان احنا نساعدكم. طبعا وقتها انا كنت اتعرفت شويه، لان انا اوريدي كنت اشتغلت في الطوارئ، والناس عارفه ان الطوارئ دي ممتازه. وكانت بقى تيجي الناس بقى تبص احنا بنعمل ايه، ويعني يحاولوا يشوفوا احنا ايه اللي احنا عملناه ده علشان نتحسن يعني. مم. فكنا بنروح للمستشفيات دي، نقعد 3 ايام، نعمل لهم اسسمنت، نروح برضو شادين الورقه والقلم ونرسم اللاي اوت بتاعت الطوارئ بتاعتهم، ونشوف الفلو بتاعهم عامل ازاي، والستافنج موديل عامل ازاي، مم. والاكويبمنت اللي عندهم عامله ازاي. ونروح نعمل لهم زي سوات اناليسيس كده، سترينثs ويكنسز ثريتس اند اوبورتيونيتيز، ونقول لهم والله ده الوضع القائم بتاعكم دلوقتي. وبعد ما نخلص التور بتاعنا في ال3 ايام دول، نقول لهم ده المفروض انتوا تعملوه عشان تتحسنوا، ونعمل لهم ريبورت، نقول لهم مثلا الستافنج انتوا مثلا عندكم كذا، محتاجين كذا، الترياج ما عندكوش ترياج تعملوا كذا، الفلو بتاعكم كذا اعملوه كذا، انستاد ايكويبمنت ناقصه كذا كذا حسنوا كذا. جميل. طبعا whether بقى they followed it or not، يعني هو كان طبعا الموضوع بالمجان فمش فارقه معاهم، يعني اللي يجي مم. جود معلومات زياده كويسه يعني. بس من الموضوع ده برضو ابتدى يتعرف يعني، فاعتقد ده كان برضو ليه دور في موضوع الهيئه ده. فكانت الفكره ان الواحد يحاول يعمل نفس الكلام ده في مستشفيات مختلفه يعني. بس بقول لك الموضوع ما تجاوزش النقاشات، لانه على ارض الواقع ما قدرتش اعمل حاجه. لان كان وقتها بقى كان وقت الثوره في 2011، وكل بقى الموازين اختلفت واتقلبت، والموضوع وقف يعني. الوزاره طبعا اتفشكلت كلها على بعض، ما كملتش يعني فده كان سبب وقف مم. الافرت ده يعني. جميل. جميل. طيب وبعد كده بقى يعني خير، وبعد كده بقى طب جت بقى موضوع الاي يو سي او الجامعه الامريكيه. آه، اه الاي يو سي ده انا كنت شغال فيه من وانا شغال في مدينه نصر في الطوارئ، كنت شغال فيه زي بارت تايم. برضه سمعت ان هم كانوا محتاجين حد، وانا كنت عايز اشتغل كلينيكال شويه، وكنت عايز اشوف يعني. كنت برضه سمعت ان الاي يو سي عندها اي ار، فقلت ايه ده اي ار اكيد هتبقى كويسه يعني. جميل. فرحت وقدمت، وكانوا محتاجين ناس طوارئ تحديدا، لان بيعملوا جيمز وبيعملوا حاجات، وبيبقوا عايزين حد شويه يعني اكسبيرينس في موضوع الاي ار ده. وكان عندهم فعلا عياده لطيفه جدا يعني، mainly functioning as a family practice clinic. لكن every once in a while ممكن يجي لك عيان عنده حاجه طارئه يعني. فكنت بشتغل فيها بارت تايم. وبعدين لما يعني حصلت بقى الثوره، برضو كان ليها قصة كده، ان انا سبت مدينة نصر برضو في الوقت ده، لانه لما حصل الموضوع ده حصل تغييرات سياسية كبيرة. الناس اللي كانت شغالة في المستشفى يعني القديمة، طلعت بقى انتهزت الفرصة، وطلعت قال لك بقى ايه، احنا الناس بقى اللي جايه من بره دي، اللي بتتكلم انجليزي وبتقول لك جوده ومش الجوده والبتاع، مش عايزينها، احنا عايزين المستشفى ترجع لاصحابها تاني. فمشوا مدير المستشفى بالغصب يعني، عملوا برضه اه. هوجة ضده يا. المجموعة اللي كانت مم. موجودة دي، ومشوه. تمام. وجابوا بداله واحد كان شغال في المستشفى من زمان، ومن الناس بقى اللي هو يعني كان بينزل بقى الصبح في الطوارئ يقعد، وبعدين اللي هو ايه، يا احمد هات لي كوبايه الشاي، وكلم الرجاله خلوهم يطلعوا مش عارف ايه من فوق، يا محمد اطلع هات لي مش عارف عارف انت النظام ده. آه، آه. اكنه يعني قاعد في الايه في آه. العزبه بتاعته يعني. مم. فابتديت اكلاش معاه. وكان مره حد يعني تابع للوزاره الجديده بقى، جاي وجايب حد من اهله، وعايز يكشف عليه في الطوارئ، وما عندوش حاجه طارئه قوي يعني، هو بس مش عارف كان تعبان عنده ايه. المهم قال لي العيان ده جاي عايزين نظبطه بقى، ونعمل له اكس راي، ونعمل له شويه تحليل وبتاع. قلت له والله الراجل ده هيجي هنكشف عليه،
وبعدين هياخد دوره في الترياج زي بقيه الناس بالظبط. لو محتاج انفستيجيشنز هنعملها له، لو مش محتاج مش هنعملها. قال لي لا الراجل ده متوصي عليه وعايزين نظبطه. قلت له هنظبطه، هياخد دوره زي الباقيين، وهيتعمل له زي ما بنتعامل مع اي حد تاني، مش هيتعامل معامله سوبريم. انا ليه اضيع سرير وفي واحد تاني ممكن اولى بالسرير ده منه عشان هو بس جاي يتابع لحد يعني. فالمهم قال لي اوكي. وبعدين لما العيان جه هو راح واخد العيان بنفسه وراح للاشعه، عملوا الاشعه وقعدوا على السرير في الطوارئ. المهم يعني كسر كلامي وعمل اللي هو عايزه في الاخر وحجز العيان، والعيان اصلا مش محتاج حجز، بس عشان يبقى احنا بس ايه بنخدم بعض يعني. وجبنا. فاي كلاشت معاه يعني، قلت له الكلام ده ما ينفعش وبتاع. فالتيمتلي يعني مشاني بالذوق من المستشفى، ندهني كده في يوم وجابني في المكتب وقال لي بقول لك يا دكتور عم، انت كنت بتاخد مرتب؟ المرتب ده طبعا انت عارف الدنيا اتغيرت دلوقتي ومش هنقدر نديك الا، وكتب لي رقم في ورقه كده، حتى ما قدرش يقوله ببق، كتب لي رقم في ورقه وراح قافل الورقه ومديها لي كده. فبفتح الورقه لقيته كاتب 400 جنيه. ده. فقلت له بص، رحت قافل الورقه كده واديته الورقه، قلت له بص قدر قيمه اللي انت كاتبه لي في الورق ده، قدره قد ايه كده في السنه، وهات بيه لب وسوداني ووزعه على الناس اللي معاك في المكتب هنا علشان يتسلوا يعني، قول لهم دي هديه مني ليه. بس ومشيت طبعا، ما it was obvious يعني. مم. بس فمشيت بقى ورحت الجامعه الامريكيه بعدها فول تايم. اشتغلت بقى في الجامعه الامريكيه فول تايم، وبرضه قابلت مشاكل هناك ضايقتني. الناس بقى تيجي اللي عايز بقى ايه، واحد عيان عايزك تكتب له انتبيوتيك وهو مش محتاج انتبيوتيك. انت عارف في مصر كل حاجه اديله مضاد حيوي، اديله مضاد حيوي، يا جماعه ده فيرال انفكشن، لا اديله مضاد حيوي. فكنت ارفض ان انا اكتب لهم. وحتى وقت الثوره لما كان بيبقى فيه مشاكل في ميدان التحرير وكده، كنا بننزل في العياده بتاعت الجامعه ونسعف الناس اللي هي كانت يعني متضرره وكده. ولما كان يجي يمر عليا كانت رئيسه الجامعه، فاول لما تيجي كنت اقول لها المشاكل على طول. يعني تيجي تقول لي انتوا محتاجين حاجه، اقول لها اه ناقصنا كذا وكذا وكذا ومحتاجين كذا والمفروض نعمل كذا. فكان وقتها اللي ماسك العياده بيتضايق جدا من ان انا يعني، لان كده انت بتوحش منظره يعني، بتقول له ان في حاجات مم. ناقصه. فاتضايقت من الموضوع ده، كنت بكلاش مع العيانين كتير عشان ما برضاش اديهم اللي هم عايزينه يعني. وكانت السياسه العامه انه يعني لازم نريح الناس. فبرضو ultimately ما كملتش وكان وقتها بقى ابتديت افكر بقى في ان انا يعني يا ترى اسافر امريكا ولا ما اسافرش. وبنت اختي كانت برضو اتولدت، كان عندها intraventricular hemorrhage وكان عندها مشاكل ومش عارفين نعالجها في مصر ورجعت هنا برضو نحاول نعالجها لان عمي كان اوريدي شغال هنا مم. في الان اي سي يو. ويعني حصل بقى كله مره واحده وقررت ان انا يعني هسافر يعني. جميل. من هنا جت فكره السفر يعني، كنت خلاص فاض بيا وقلت بقى انا عايز ارجع للكلينيكال تاني واسيبني بقى من الهم ده. انا مش قادر اغير لا في الجامعه الامريكيه عارف اغير يعني جامد وفي المستشفى خلاص الموضوع اتفشكل وباظ وما ما تعبت بقى نفسيا يعني. قلت انا عشان اغير لازم اعمل نموذج جديد، انا اقومه وانجحه ويبقى الناس هي اللي عايزه تعمل النموذج ده. يعني في حتى مقولة مم. كده مرت عليا وقتها بيقول لك you cannot change things by fighting the existing reality. To change things you have to build a new model to make the old model obsolete. فدي بقى الفكرة الجديدة اللي ابتدت تتزرع في دماغي بقى. أنا قلت أنا هطلع أتعلم وأعمل حاجة، وبعدين الحاجة دي نحاول بقى نريبليكيت الموديل ده، ومن هنا التغيير يحصل بقى، الناس تبقى عايزة تعمل زي ده، فيبقوا هم اللي عايزين يغيروا مش أنا اللي بحارب في الصخر يعني. جميل. صح. صح يعني ربنا يبارك لك. طيب طلعت من مصر يعني يعني زي ما بيقولوا ايه انا مش عارف ايه الوضع الصحي اللي بنت اخت حضرتك حاليا. ف يعني بصراحة الحاجات الصحية الأسرية بالذات بتبقى صعبة على الواحد يعني. فالله المستعان. طيب طلعت من مصر على أمريكا على طول ولا خدت يعني بيقولوا إيه جولة في النص في مكان آخر، أو حاولت محاولة أخرى في مكان آخر ساعتها؟
لا، طلعت من مصر على امريكا على طول. يعني بنت اختي الحمد لله she's doing very well، وده كان من ضمن الاسباب يعني ان انا I was impressed بالطريقه اللي اتعالجت بيها. جت المستشفى هنا ودخلت وشخصوها بان عندها بليد، وبعدين خدوها كانت لسه صغيره بريماتشور، كانت يعني حتى يمكن يعني مش فاكر كانت 32 ويكس او 30 ويكس حاجه زي كده يعني. Yeah. مم. وخدوها بطياره هليكوبتر من المستشفى اللي هي دخلت فيها على مستشفى تانية كبيره، وركبوا لها شنط. مم. آه ف والحمد لله يعني she's doing well ما شاء الله دلوقتي، ان وما شاء الله. عندهاش اي مشاكل يعني بفضل الله يعني. ما شاء الله. آه وحصل ان يعني قدرا برضو والدي وهو هنا برضو كان موجود معاها، وبعدين جات له حصل له مايكاردال انفاركشن ودخل عمل يعني ستانتنج. وبعدين قلنا وقتها بقى الله، طب البنت محتاجه متابعه وبابا تعب ومحتاج متابعه، يلا. فانا وجوز اختي يعني كان هو زميلي في الجامعه، قررنا ان احنا نعمل اليو اس ام ال اي ونسافر مع بعض يعني. وبالفعل جينا على امريكا، والعيله كلها بقى جت يعني يعتبر. وابتديت كده اشتغل حلواني كده بقى في يعني محطة بنزين شوية مش عارف. انا كنت قبلها بقى يعني من قبلها من زمان وانا في الجامعة كنت باجي في الصيف اشتغل في محطات بنزين او في ماكدونالدز. اعمل مم. شوية فلوس وبعدين اشتري شوية حاجات لنفسي وارجع تاني. Interesting. فلما جيت بقى ابتديت بقى كان يعني اعمل برضو شغلانات كده ايه اون ذا سايد، حاجات كده حلواني علشان اشتغل، لانه كنت لسه ما خلصتش اليو اس ام ال اي يعني. فعملت اليو اس ام ال اي وخلصت اليو اس ام ال اي فعلا. وابتديت بقى في قصه ادور بقى على ريزيدنسي بروجرامز عشان اقدم. يعني كان في دماغي بقى ان انا عايز اعمل ايه، ريزيدنسي. وبعد ما اخلص الريزيدنسي قلت هعمل بقى ام بي اي عشان بحب الاداره، واتعلم بقى الاداره صح، وبعدين اشتغل بقى واخش في سكه الاداره. ده كان البلان يعني، بس طبعا it didn't work that way يعني. جميل. ابتديت بقى ان انا يعني اقدم. اول سنه مفيش حاجه خالص، ولا ريزيدنسي ولا انترفيو ولا اي حاجه. اقدم السنه اللي بعدها قلت بقى هتيجي، مفيش. وانا السكورز بتاعتي في اليو اس ام ال اي ما كانتش يعني اميزنج سكورز يعني they were average او يمكن below average حتى. ودي برضو كانت حاجات مضايقاني، انه التقييم بتاع البني ادم يبقى على السكور في الامتحان. انا I'm not a good test taker يعني، ما بعرفش امتحن لا اورال ولا ريتن، ببقى متوتر جدا مم. يعني مش بتاع مذاكره قوي يعني. آه، آه، مم. لكن عندي كواليتيز تانية اقعد اقول لهم يعني طب اعملوا لي انترفيو، طب يعني اعملوا لي انترفيو ادوني فرصه وشوفوا انا ممكن اعمل ايه. لكن كل حاجه على التست كده مش ما كنتش مبسوط يعني. جميل. فبعدين ايقنت بقى ان انا يعني مش هينفع موضوع الريزيدنسي ده، لازم بقى اخش في حاجه تانية. فابتديت ادور على فيلوشيبس. سمعت وقتها ان في نون اكريديتد فيلوشيبس ممكن تقدم عليها، ولما تاخدها تحسن السي في بتاعك شويه. وكمان لو قدرت تعمل ريسيرش او تعمل ماستر ان بابليك هيلث او ام بي اي، ده بيقوي السي في بتاعك. فقلت خلاص انا هحاول اعمل كده. فدورت على فيلوشيبس، لقيت مستشفى جنبينا عندهم فيلوشيب اللي هي التراما ريسيرش فيلوشيب. مم. كلينيكال فيلوشيب، بتقعد تعمل ابحاث ليها علاقه بالتراما يعني. فقدمت وجالي جواب اوفيشال انه احنا لقينا حد افضل منك، متاسفين انت يور نوت ان يعني. قلت خلاص قدر الله ما شاء فعل. وبعدها يمكن بشهر ولا حاجه لقيت حد بيكلمني من المستشفى بيقول لي انت الدكتور محمد؟ قلت له اه. قال لي انت لسه انت قدمت على الفيلوشيب دي؟ قلت له اه. كان عربي حتى، هو كان من الاردن. قال مم. لي احنا كنا واخدين حد، والحد ده حصل له مشاكل في الفيزا، وانت كنت التاني على الليسته. انت لسه انترستد ولا يعني الوقت كده خلاص يعني؟ قلت له انا انترستد. من امتى؟ قال لي بكره. قلت له بكره؟ قال لي اه. بس جميل. فتدابير ربنا سبحان الله يعني ان انا رحت وابتديت بقى في الفيلوشيب دي. وكان هدفي بقى ان انا يعني ادو ذا ماكس. وحظي برضو ان لما رحت الفيلوشيب دي انها كانت تاني سنه الفيلوشيب دي تتعمل. يعني انا كنت تاني فيلو، والفيلو الاولاني اصلا ما كانش عنده بروجرام. يعني هو كان اصلا كلينيكال فيلو، وكانوا عايزين يقعدوه سنه كمان، فعملوا الريسيرش فيلوشيب دي عشان يقعدوه سنه كمان عشان يشتغل كلينيكال.
فما حدش اصلا جه عمل حاجه في الريسيرش فيلوشيب دي. تمام. بس قلت بس دي بقى انا كده ايه، انا بحب السيستمز ديفلوبمنت وبتاع، قلت لهم انا هعمل لكم بقى بروجرام للفيلوشيب دي. حلو. وبالفعل بقى قعدت بقى في السنة دي، طحنت بقى نفسي ونشرت أبحاث كتير وتعلمت نفسي. كنت بمر معاهم في القسم برضو، وبرضو يعني اتعلمت حاجات كتير برضو في الفيلوشيب دي. التراما دايركتور اللي كنت شغال معاه، مم. انا كنت داخل طبعا حاسس انا سني كبير. يعني انا كنت داخل الفيلوشيب دي مش فاكر، كنت 35 سنة يمكن وقتها ولا حاجة، ولا مم. 34. وبعدين قلت له انا يعني I feel it's too late وانا لسه عايز اعمل ريسيرش بتاع. قال لي انا دخلت ميديكال سكول وانا عندي 39 سنة، وقبلها كان بيزنس يعني مان بيشتغل على تراك، وخلص الميديكال سكول وعمل مم. بعدها ريزيدنسي وفيلوشيب، ودلوقتي هو التراما التشيف اوف تراما. فقال لي ما اسمعكش تقول لي ان انت كبير في السن دي خالص، لان انا اصلا دخلت ميديكال سكول وانا اولموست عندي 40 سنة. فطبعا لا، يعني حلو. علمت معايا الموضوع ده، وقلت يعني الواحد اتس نيفر تو ليت. يعني فعلا اتعلمت موضوع اتس نيفر تو ليت دي. جميل. ابتديت جميل. اشتغل بقى جامد في الفellowship وبقول لك عملنا ابحاث كتير وخدت بقى جوائز كتير على بيست برزنتيشن، وابتديت حتى اطور بقى في البرزنتيشنز بتاعتي واتعلم ازاي ما انا عايز بقى استاند اوت في وسط الناس اللي موجوده دي، لانه عايز اثبت نفسي يعني. جميل. فعملنا بروجرام، وبعد ما خلصت حتى الفيلوشيب دي الراجل قال لي انت يعني قاعد معانا مش هتمشي، احنا هنعمل لك بوزيشن. واشتغلت بقى ريسيرش كوردينيتور بعدها، يعني خلصت الفيلوشيب وعين قال لي انت هتقعد ريسيرش كوردينيتور لغايه لما تلاقي لك حاجه انت عايز تمشي منها، اذروايز انت قاعد معانا خلاص دي شغلانتك. جميل. بس يعني دي كانت المرحله بتاعت الفيلوشيب دي لغايه لما خلصت. وكنت بقى بحاول اقدم على نيابات وقتها، والموضوع كان صعب. مم. لدرجه ان الراجل قال لي طب ما تيجي سيرجري ونحاول نعمل لك بوزيشن سيرجري، يعني ريزيدنسي. قلت له لا انا عايز اي ار يعني. ف يعني دي كانت مرحله الفيلوشيب اللي مم. يعني منها بقى انتقلت بقى الموضوع بقى الام بي اي والريزيدنسي بقى. عشان لو عندك اسئله بقى قبل ما نخش على ازاي؟ الجزء اللي يعني بعديه. ال يعني انت قلت لي ان اهم درس او احنا الدروس الاساسيه اتس نيفر تو ليت في موضوع الفيلوشيب ده. آه، ال وده الصراحه يعني خلينا نقول ده اجينست معتقد عندنا في مصر اساسي، يعني او يعني ممكن يكون عندنا مش بس في مصر، في العالم العربي كله، ان هو وبره كمان، وبره آه كمان. you can teach an old dog new tricks والحاجات ديت اللي هو يعني هحكي لك برضو يعمل قصه على الموضوع ده يعني. فيعمل ايه التعليم او يعمل ايه اسمه ايه ده في حد سنه كبير والكلام، يعني الناس وفي كونسبت اللي هو الحق وانت صغير، اعمل اجري والحق 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 وفي الاخر تكتشف انه آه، يعني يعني انا بجري بس، يعني ما يعني انا ليه دايما بيبقى مزروع جوانا، او يعني مزروع عندنا حته الاحساس ان احنا متاخرين، او ان انت متاخر، او ان انت يعني كان دايما عندي اعتراض على هذا على هذه الفكره تحديدا يعني. فربنا يبارك لك والله ان انت يعني إيه علقت على هذه النقطة وفرحتها، بس كنت عايز تقول لي قصة صغيرة على هذا الموضوع برضه. اه يعني انا بعد ما خلصت الفellowship دي ولقيت برضو ان انا مش قادر اخش في ريزيدنسي، فقررت ان انا هعمل ام بي اي. وبعدين وانا بدرس الام بي اي جات لي يمكن 2 او 3 انترفيوز في الامرجنسي ميديسن. كان وقتها بقى السي في بتاعي اتملى شويه بقى بشويه ريسيرشز، كنت عملت بقى يمكن 15 publications او حاجه في سنه، جميل. which was يعني unheard of، يعني انك جميل. تنشر حاجات كتير قوي كده. وعملت الفellowship فبقى السي في بتاعي احسن شويه. فرحت فعلا عملت انترفيو في ريزيدنسي بروجرام، والراجل في الانترفيو ليترالي قال لي اللي انت قلته ده. قال مم. لي قال لي الاول انت
do you play football اللي هو الامريكان فوتبول؟ قلت له لا. قال لي طب هتقعد مع الريزيدنتس ازاي وهم بيتكلموا على الفوتبول والبيسبول والكلام ده، ويعني how are you gonna fit in يعني. مم. قلت له والله يعني هتعلم يعني، وبعدين مش لازم يعني يبقى عندنا نفس الانترستس يعني. مم. آه، قال لي وايه رأيك في مقولة you can't teach old dogs new tricks؟ قلت له I'm in total disagreement مع المقولة دي، لأنه ما كنتش هقعد قدامك القعدة دي لو أنا حاسس إن أنا I'm not teachable يعني. هم طبعا بيبقوا خايفين إن أنت old medical graduate وهتيجي بقى تتنطط عليهم، وهتحس بقى إن أنت مع عيال صغيرة. مم. وطبعا هو مش فاهم إن الإي آر أصلا في مصر كان ضعيف في وقتها يعني. أنا أوريدي أنا عايز أتعلم. مم. ف وحتى الامرجنسي ميديسن ريزيدنسي في امريكا ان جنرال واز فيري كومبetitive ومقفول على الامريكان جرادز، يعني صعب جدا حد انترناشونال جراديويت يخش، كمان سنه كبير يعني، كمان دفعه قديمه. هما usually they take يعني 2 to 3 years out from medical school maximum. فقلت له لا انا مش موافق على المقوله دي يعني، ومعترض عليها يعني. قال لي والله يعني اتس هارد ان احنا يعني ناخد حد من بره وبتاع وهنشوفه ومش عارف، فعلا ما خدنيش. وبعدها بسنه قابلته في كونفرنس بتاع اي ساب، الامريكان كولج اوف امرجنسي ميديسن بيعملوا مؤتمر كده كبير كل سنه، الساينتفك اسامبلي ده. قابلته وشفته وقال لي ايه ده انت لسه موجود؟ قلت له اه موجود. قال لي انت يعني جالك ريزيدنسي ولا لا؟ قلت له لا. قال لي انا هنصحك نصيحه، دور على حاجه تانية غير الاي ار. your chances انك تخش في الاي ار is minimal nearly impossible يعني. فقال لي دور على اي حاجه تانية and don't waste your time. فانا طبعا رحت واخد الكلام ده وايه، قلت لنفسي انا يعني مش هسمح لان الراجل ده يحبطني كده. الرزق على الله في الاول وفي الاخر، انا هعمل اللي عليا وهسعى لغايه لما انا احس ان انا that's enough. لكن جميل. مش هخلي الكلام ده يعني يحبط مني اطلاقا يعني. وفعلا بعد ما عملت الام بي اي، وكان ليا واحد حبيبي برضو كان شغال برضو emergency medicine هنا في امريكا. عرفت بقى انا مع الوقت ان في اتنين تلاتة كده مصريين واوريدي into emergency medicine positions وشغالين، وابتدى يحاول يساعدني بقى. البروجرام اللي هو كان يعني دخل فيه كلم البروجرام دايركتور بتاعه وقال له يعني احنا عايزين بس نعمل لمحمد انترفيو وبتاع. وفعلا خدوني فور ان انترفيو ووعدوني ان هم هيدخلوني يعني. قالوا لي احنا يعني we're impressed with your interview بتاع and we like you. وما خدنيش يعني. كنت بقى سنتها قلت خلاص هياخدني وما خدنيش برضه. وبعدين بقى وانا في الام بي اي بقول لك اتعرفت مم. على واحد كان راجل كبير عنده 60 سنة وشغال الشيف ميديكال اوفيسر في اورجانيزيشن كبيرة، هي اللي زي ما تقول ايه، بيساعدوا المستشفيات ان جنرال ان هم يحسنوا من الكواليتي. فكل مقابلاته مع السي اي اوز والناس التوب ليدرشيب يعني. وده بقى كان يعني كان زميلي في السمول سيركل بتاعتنا في الام بي اي اللي احنا بنعمل بقى بروجكتس مع بعض وبنتكلم مع بعض، قاعد جنبي على الدكه يعني فاهم. ايوه. فصاحبي بقى. فلما عرف قصتي قال لي ايه ده انت يعني عايز تخش في بتاع ده؟ قلت له اه. قال لي طب انا في واحد كده اعرفه، خليني احاول اكلمه كده واشوف اذا كان ينفع يعني. كان البروجرام ده بتاع ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، كنت اوريدي عملت فيه انترفيو، او مش عملت، بعت ايميل للبروجرام دايركتور مم. قبلها بفتره يعني. قلت له يعني انا I just want an interview يعني just interview me and say no، بس يعني just get me an interview. وقال لي يعني ما it's hard و it's difficult وبتاع مم. و waste of time وكلام من ده. فلاجل ربك بقى انه الراجل ده كلم مدير المدير ده اه. وقال له انا في واحد معايا شغال معايا هنا في الام بي اي ويعني هيز دوينج ا فانتاستيك جوب. وكنت انا الليدر بقى في الجروب الصغير ده على البروجكت اللي احنا بنعمله. ف قال لي يعني قال له خلاص يعني نعمل له انترفيو يعني. وبعدين في يوم كده لقيت الراجل ده بيبعت لي بيقول لي
هتروح تعمل انترفيو مع اللي هو الهيد اوف جراديويت ميديكال اديوكيشن والبروجرام دايركتور بتاع الاي ار، عشان بس يتكلموا معاك يعني. قلت له بس انا مش عايز ان انا بس اقعد اتكلم معاهم بس، ذاتس ات يعني. فالراجل بقى الهيد اوف ذا جراديويت ميديكال اديوكيشن ده جاب مديره اللي هو الراجل اللي بعت لي الايميل وقال لي ما ينفعش، جابه من قفاه وعزموني بره على لانش برايفتلي كده، جميل. واخد بالك؟ وقعد يتكلم معايا وقلت له انا فلان الفلاني وانا عملت وانا عايز وام باشنت وعايز اغير وعايز اعمل وعايز اسوي. فقالوا لي خلاص احنا يعني ما نقدرش نوعدك بريزيدنسي سبوت، لكن ممكن ندخلك نعمل لك سبوت انك تبقى زي ريسيرش فالو، تساعد الريزيدنتس اللي عندنا ان هم يعملوا ريسيرش، وفي نفس الوقت يعني تشوف البروجرام، تشوف انت هيعجبك البروجرام ولا لا، وهم يشوفوا زي كده تيست يعني. قلت له جميل. اوكي. ودخلت فعلا البتاع ده، عملت 6 شهور معاهم واتبسطوا مني واتبسطت منهم. وبعدين وانا في القصه دي بقى، كلمني بقى الراجل اللي هو اللي كنت عملت معاه انترفيو وقال لي انت يعني محتاج ان انت يعني هناخدك، وما خدنيش. كلمني تاني قال لي بقول لك ايه، في واحد مشي وسبوت فضيت، لو عايز قول لي اوكي هجيبك دلوقتي اوف سايكل، لان الراجل ده مشي وي نيد تو فيل ذا سبوت يعني. فطبعا انا بقيت واقف قاعد قلت يا حول ولا قوه الا بالله يعني. when it rains it pours يعني. انا رحت من ان مفيش حد عايزني لدلوقتي ناس ادوني من وقتهم وكلموا لي ناس وتعبوا معايا واخدوني عندهم وليهم فضل عليا، سبحان الله. لواحد تاني بيقول لي سيب كل ده وتعالى بكره الصبح. طب انا راح اقول للناس التانيه دي ايه؟ اقول لهم انا ماشي ورا مصلحتي وخلاص، دي مصلحتي ومعلش ما حدش يقف في طريقي. فضميري بقى ما سمحليش. حتى كلمت الراجل اللي هو كان بيساعدني ده، قلت له انا مش عارف اعمل ايه يعني، زي ما تقول كده امتعض شويه كده، وقال لي انا ما اقدرش اقول لك تعمل ايه، اعمل اللي يريحك واللي شايفه مناسب. جميل. فقعدت افكر وقلت يعني بص، هو الارزاق كلها على الله. ايه الصح اللي يتعمل؟ الصح ان في ناس ليهم فضل عليا، ما ينفعش ان انا يعني أخلى اكبر بيه. بخاطرهم يعني وابيعهم كده في النص وهم استقبلوني يعني. فكلمت الراجل على بقول لك مضض، قلت له مش جاي. يعني بيقول لي تعالى هديك ريزنسي دلوقتي، قلت له انا اسف، سبحان تو الله. ليت، انا ما اقدرش اسيب بلوت تويست الشغل. يعني في قال لي الأحداث. عموما انا احترم قرارك ده جدا، ان انت يعني لويال للناس اللي تعبوا معاك وكده، واي هوب يو ذا بيست وبتاع، واتقفل بقى الباب ده خالص. مم. وفعلا بقى السنه اللي بعديها عملوا يعني ما كانش رسمي يقدروا ياخدوني في الاي ار، علشان بيبقى ليهم زي كوتا معينه كده لازم ياخدوا بيها الناس اللي هم الامريكان جرادز واللي متخرجين من الجامعه بتاعتهم. they cannot just يعني overlook الناس دي وياخدوا واحد تاني من بره. هياخدوه ليه؟ ف they applied على additional resident position من ال للمستشفى. يعني هم يعني طلبوا انه يجي لهم فاندنج لاكسترا بوزيشن عشان محتاجين ريزيدنت زياده عن العدد اللي هو الثابت اللي بياخدوه كل سنه. جميل. وجالهم فعلا ابروفل وفتحوا الباب، خدوني وقفلوا الباب بعدها. يعني كنت انا السنه الوحيده اللي فيها واحد اكسترا، جميل. وبعدها قفل ورجع العدد على. فطبعا مم. يعني اللي بحكيه لك ده بحكيه لك ليه؟ بحكيه لك عشان يعني انا اتعلمت منه حاجات كتير. اتعلمت منه اولا انه وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. ان الانسان عليه ان هو يسعى بس، حتى لو ما وصلتش. يعني نظام ربنا هو النظام الوحيد اللي بيكافئ على المجهود مش على النتيجة. فاهم؟ نظامنا كله بيكافئ على النتيجة، مطلوب منك اوتكم. لكن نظام ربنا حتى لو النتيجة ما وصلت لهاش، سعيك ده هو this is what counts في الاخر يعني. فالسعي مهم جدا، ولما تسعى give it your best. انا لما كنت في الفيلوشيب I gave it my best، لما رحت البوزيشن ده I gave it my best، لما رحت الام بي I gave it my best. فاي حته تبقى انت شغال فيها دايما لازم يبقى عندك يعني نيه، لان انت يبقى عندك احسان. مش don't just do the job، يعني go the extra mile. جو ذا اكسترا مان، لان ده اللي المفروض يبقى الستاندرد
بتاعك، خاصة احنا كمسلمين حتى بشكل عام يعني، في ديننا حتى في حث على الموضوع ده يعني. واي حد حتى لو غير مسلم، دي يعني من فضائل الاعمال انك تبقى بتجيف ات يور بيست. فدي تاني حاجة. الحاجة الثالثة ان connections and networking is more important than the event itself. يعني لما تروح اي كونفرنس او اي مؤتمر لازم تكونكت وتنتورك مع الناس، ويبقى عندك يعني a strong social circle، لانه هي الناس كده يعني، الناس بتساعد بعضها. ولما يبقى عندك نتوركينج والورد اوف ماوث is more important than your CV. مهما كان في السي في بتاعك، لما واحد يشوف شغلك ويديك a word of mouth، دي ليها قيمة عالية جدا عن ان انت تاخد واحد السي في بتاعه رائع. ممكن واحد تاني السي في بتاعه ما فيهوش حاجة، بس انت عارف قيمته. لما حد بيدي لك word of mouth قوية it matters. والحاجة التانية اللي اتعلمتها برضو انه يعني ما تنساش فضل الناس عليك، وانك يعني you have to do the right thing حتى وان كان ده عكس هواك. وربنا بيعوض، ربنا بيعوض. there is always the back door, there is always a door تخش منه يعني. فدخلت فعلا الريزيدنسي بقى من الاطار ده، وكملت معاهم الثلاث سنين. واعتقد والله اعلم يعني ان انا كنت يمكن اول، البروجرام كان بقاله 30 سنه، يمكن انا كنت اول انترناشونال ميديكال جراديويت يخش البروجرام. والبروجرام يفند يعني، هو اللي يدفع فلوس الانترناشونال ميديكال جراديويت ده من ساعه ما البروجرام يعني انشئ. اعتقد كده والله اعلم يعني. جميل، سبحان الله. والحمد يعني لله خلصت الثلاث سنين بتوع الريزيدنسي انا I gave it my best برضو. يعني لما اتخرجت يعني حتى زي ما تقول كده قشيت الاوردز كلها، اللي مش عارف بيست ريزيدنت اوف ذا يير، والبيست ريسيرش ستادي، والاكاديميك مش عارف ايه. والمستشفى حتى برضو كان في حالة ريساسيتيشن كده، من فضل الله يعني برضو كسبت فيها. بيسموها اوورد كده فور ميكينج ا ديفرنس. يعني اوورد دي بيدوها للناس سبوراديكلي كده، اللي هم بيبقوا عملوا يعني فرق في المستشفى يعني. جميل. فمن فضل الله يعني. فقصدي اقول لك يعني انه the point is give it your best, just give it your best وسيبها على الله، وربنا بقى هو الرزق من عنده يعني. جميل 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 جميل. والله ما شاء الله يعني يعني كل سبحان الله، كل يعني حتى الآن كل مرحلة كده فيها يعني خلينا نقول إيه 2 3 بوينتس أو يعني lessons كده، أو يعني دروس كبيرة. و- وكل درس فيهم يعني بنقول إيه، لو هنتكلم فيه لوحده هيقعد مش هنخلص فيه كلام يعني. وما شاء الله ربنا يبارك لك آه، على مجهودك يعني، ربنا يبارك لك والله. ال يحضرني هنا بس نقطة. احنا عدينا على الام بي اي كذا مرة، ماشي في النص ماشي، والام بي اي والام بي اي والام بي اي. ايه اللي زقك ناحية الام بي اي، او ايه اللي خلاك تقول والله انا هاخد الام بي اي؟ شغلي في مدينة نصر، يعني شغلي في مستشفى مدينة نصر في الإدارة حببني جدا في الموضوع ده، وحسيت ان انا عايز افهمه اكتر، وعايز يعني يبقى عندي حصيلة من المعلومات اللي اقدر يعني لما امسك حاجه اداريه بعد كده ابقى بشتغل عن علم يعني، مش كده بالخبره يعني. ده اللي زقني عليها يعني. الام بي دي كانت عندك يعني، كانت في اليو اس اي، ما كانتش في مصر صح كده؟ كانت في اليو اس اي، كانت من اه. اوكلاند يونيفرسيتي، وكانت مم. بيسموها اكزيكتيف ام بي اي. هي المفروض ان برضه سبحان الله يعني، هو تحس ربنا كده هو اللي بيسهلها يعني. مم. في فرق ما بين الام بي اي والاكزيكتيف ام بي اي. الام بي اي العاديه اللي هي الام بي اي العاديه، بتروح مثلا 3 مرات 4 مرات في الاسبوع تاخد الام بي اي للناس اللي هي ما عندهاش خبره يعني. الاكزيكتيف ام بي اي معموله للاكزيكتيفز، الناس اللي هي عندها اوريدي خبره في الاداره، وبتروح في الويك اند بس، يعني بتروح ويك اند اون اند ويك اند اوف. فكانت مناسبه جدا لحد بيشتغل اوريدي. جميل. وكان حظي حلو ان اللي كانوا بياخدوها كلهم اصلا اكزيكتيفز،
يعني كلهم ميديكال دايركتور، على مش عارف سي اي او، على سي ام او، على يعني كلهم ناس اوريدي في الاداره يعني، وكانت مم. سبيسيفيك للهيلث كير مانجمنت، يعني هي it was with a concentration in healthcare administration. جميل. فكل الكلام كان على فكرة إدارة المستشفيات والمنشآت الصحية وهكذا. فاستفدت أكتر من خبرات الناس اللي قاعدة بتتكلم، جميل. والحوارات اللي كنا بنتكلم فيها، الدiscussions عن الكونتنت بتاع الام بي اي نفسه. لان انا اصلا كنت عمال بقى بقرا مع نفسي وبسمع فيديو، يعني يوتيوب فيديوز، وافهم شويه في الماركتنج وشويه في البراندنج وشويه في ما اعرفش ايه. فالحاجات اللي كانت بتتقال تقريبا انا كنت عارفها، بس هو بقول لك الانفايرمنت هو اللي فرق معايا. ويعني مم. الناس دايما بتسال يعني فادتك بايه الام بي اي؟ الام بي مم. اي فادتني بانها مجرد ادتني لينز ابص بيها على الامور من زاويه مختلفه، زي الريسيرش اداني لينز تانية بتبص بيها على الامور من زاويه مختلفه. فانت بتتغير كبني ادم، لانك ما بيبقاش عندك بعد واحد بس، بيبقى عندك ابعاد مختلفه. تبص، تاخد بالك من المشاكل، تاخد بالك انك تفكر في الحلول، تاخد بالك في ايه يعني العقبات اللي ممكن تعرقل التحسين او التطور. تحس تفهم يعني ايه بروسيس مابينج مثلا، يعني عندنا مشكله مثلا، عيانين بيتاخروا وعبال ما بيتشافوا بالدكتور بيبقى الموضوع طويل، فتفهم انه في حاجه اسمها بص على البروسيس ماشيه ازاي and break it out into pieces، وبعدين تحاول تتعالج، تدور على الروت كوز اناليسيس بتاع الموضوع. فبتفهم، فمجرد بتديك نظاره بتلبسها وقت ما تبقى عايز، عندك نظارات كتير، وقت ما جميل. تحس انك محتاج النضاره دي تروح لابسها، تبص على الموضوع من زاويه معينه، وهكذا حسب بقى الموقف يعني. جميل. آم، ربنا يبارك لك يا رب. خلصنا الريزيدنسي ودلوقتي يعني ما شاء الله بروجرام، يعني بروجرام دايركتور دلوقتي، صح كده لو انا فاهم؟ اسيستنت بروجرام دايركتور، اه. اسيستنت بروجرام دايركتور. يعني يعني خلينا نقول ايه، انا قادر اتفهم الرحله والام بي اي وبتاع، وانه في الاخر الدنيا دي اتجمعت كلها في النقطه بتاعت اه والله انا متوقع انه البروجيكشن بتاع الرحله ديت في الاخر ان هو يبقى في حاجه ليها علاقه خلينا نقول ايه، بالمانجمنت او بالبروجرام ميكنج او حاجه زي كده. انت شايف يعني خلينا نقول ايه، شايف الموضوع ازاي من ناحيتك؟ يعني البروجرام دايركشن، او ان انت تحط بروجرام لحد في تخصص في حاجه معينه، او تحط او ترسم باث واي لشخص، لمؤسسه، لايا كان يعني الحاجه اللي هنعمل لها الباث واي ده. شايفه حاجه يعني حلوه ولا حاجه وحشه، ولا it depends؟ انا الصوت بس قطع كده معايا، فوقعت مني حته كده، معلش قول لي كده السؤال تاني سريعا. ايه حلو، شايف البروجرام دايركشن، او ان انت تحط باث واي او تحط الجولز، او يعني ايا كان تحط بروجرام لشخص او لمؤسسه او لديبارتمنت او لحاجه، حاجه يعني حاجه حلوه وسهله ولذيذه وجميله، ولا حاجه يعني صعبه ومزعجه ومقرفه، ولا يعني هي ميكس هي وال يعني it اخر؟ depends it depends انت عايز ايه يعني. هي بتختلف من شخص لشخص، ما فيش اعتقد اجابه نموذجيه تمشي على كل الناس يعني. انا شغلي في الجامعه يعني كاستاذ مساعد اداني فرصه لان انا اتعامل مع الريزيدنتس بشكل يعني مباشر اكتر، ويبقى ليا دور في ان انا يعني اعلمهم، انصحهم، اقعد معاهم برايفتلي في الجروبس، نعمل ديسكشنز، اديهم محاضرات في الجامعه وهكذا. لكن قصاد ده في شغل اداري تاني، وفي ميتنجز، وفي ريكوايرمنتس تانيه مزعجه يعني، على الاقل بالنسبه لواحد زي يعني مزعجه. I don't يعني enjoy it a lot يعني. فمن الناحيه دي مش قوي. وبعدين يعني موضوع البروجرام دايركتور او الاسيستنت بروجرام دايركتور او الكلام ده برضو، آه، يعني دي حاجه انت عارف انت، من طلب شيئا وكل اليه، ومن طلب الى شيء اعين عليه. فهو
هو انت بتلاقي اوريدي حد بيجي يقول لك ما تيجي تساعدني في الحاجه الفلانيه دي، مش انت اللي بتروح تقول انا عايز ابقى فاهم. فلما انت اللي بتروح عشان حد محتاجك، بيسهل عليك الموضوع شويه، انك تقول له والله ماشي، بس انا يعني ال الاجزاء دي مش هتلاقي مني برودكتيفيتي قوي، لان انا مش عايز اعمل ده يعني. فالموضوع بيمشي كده يعني. جميل جميل. جميل والله. طيب يعني انت برضو يعني من خلال كلامي بقى مع الدكتور عباسي يعني، ولما بعت لي الكونتاكت بتاعت حضرتك، بعت لي اللينك للقناة اللي هي بتاعت اي مابس. يعني الفكرة جت ازاي، وايه اللي خلاك والله تقول انا هبتديها، وهل ابتديتها يعني I think ان انت ابتديتها recently، يعني مؤخرا بعد او في اواخر الريزيدنسي او بعد الريزيدنسي ولا حاجة، يعني ما اعرفش، يعني انت تفيدني في الحتة ديت. ويعني ايه اللي كان بيدور في بالك لما ابتديت حاجة زي كده، او يعني ايه اللي خلاك تقول والله انا عايز اعمل اصلا حاجة زي كده؟ لما دخلت الريزيدنسي ومريت يعني باسلوب تعليم مختلف، وتعلمت حاجات مختلفه، وبعدين اشتغلت، وقفت قدامي يعني زي ما تقول حقيقه كده ما كنتش متوقعها يعني. ان المشاكل اللي عندنا في مصر في الطوارئ وفي اداره الطوارئ وفي اسلوب العمل ان جنرال هي نفس المشاكل بتاعت هنا بالظبط. وان الناس هم الناس، يعني الحاجات اللي الناس بتشتكي منها هنا هي نفس الحاجات اللي الناس بتشتكي منها هنا. فاستوعبت انه المشكله انه السيستم في مصر ضعيف وقائم على الافراد. يعني وان مان شو، يجي واحد بفكر يقلب الدنيا كلها، يمشي الدنيا كلها تقع، يجي واحد تاني بفكر مختلف يهد اللي قبله كله ويعمل واحد جديد. الافراد اقوى من المؤسسات او السيستم. هنا السيستم قوي جدا لدرجه ان هو ما بيسمحش بالموضوع ده. يعني على مستوى الشغل، يعني انت ممكن تلاقي واحد ريزيدنت او ميديكال ستودنت يقول لك لا الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، ده في ستادي طلعت بتقول كذا، فانا معترض على اللي انت بتقوله او طريقه العلاج اللي انت عايز تديها للعيان دي. فبتقف وبتبقى مضطر ان انت تسمع له وتريسيرش وراه وتعمل اللي هو بيقول عليه لو هو صح. مفيش بقى حته اللي هو ايه انا ومن بعد الطوفان يعني، او يعني انا الخبير الوحيد اللي هنا وما فيش حد تاني بيفهم غير انا. الكلام ده ملوش وجود يعني. فالسيستم قوي جدا لانه ما بيوقعش لما حد بيمشي. ولقيت كمان انه حتى على مستوى الريزيدنسي بروجرامز هنا، الريزيدنس لما بيخلصوا تعليم، يعني انا يمكن كان عندي ادفانتج شويه لان انا عندي شويه معلومات قبل ما ابتدي الريزيدنسي، فكان عندي شويه خبره. وانت عارف احنا عندنا في مصر يعني الريزيدنت مستواه بيبقى عامل كده، مم. وبعدين بيبلاتو ويفضل واقف. في امريكا هنا بيبقى طالع بالراحه، لكن بيفضل مكمل ويعدي البلاتو ده ويفضل مكمل. لان في مصر عندنا العيانين كتير والكيسز كتير والباثولوجي كتير والبروسيدرال سكيلز سهله، تعمل عين سنترال لاين وانت قاعد كده من غير لا الترا ساوند ولا بتاع ولا يعني فاهم. فبتبقى procedurally very strong. لكن لقيت ان النواب لما بيخلصوا تيجي تشرح له حاجه اكاديميا، تقول له مثلا عيان جاي لك باكيوت هارت فيلير، عنده اكيوت بالمونري اديما مثلا، المفروض تعمل له واحد اتنين تلاته، وتحطه على نايترو دريب وتحطه على باي باب وتعمل كذا وتعمل كذا. فهمت عرفت. عندك اسئله؟ لا ما عنديش. طب يلا العيان اهو جه، اشتغل بقى. تلاقيه قاعد عامل كده مش عارف يبتدي منين ويعمل منين. فقلت الله، ده ما احنا عندنا نفس المشاكل هي هنا. فقلت فمن هنا بقى لاحظت انه في اللي انا بسميه بقى الفجوه ما بين التعليم والتدريس والتدريب او التطبيق. يعني انت بتتعلم حاجه اكاديميا لكن تيجي تطبقها مش عارف تعمل ايه. عامل زي كده النجار لما يجي يقول لك كده ايه، اصل الطوارئ دي يعني حرفه، انا بعتبرها حرفه. لما تيجي واحد نجار كده يقول لك امسك المنشار يا ابني وعلم هنا بالقلم وامشي كده رايح جاي على البتاعه وامسك الخشبه من هنا لغايه لما تقطعها كلها،
خلاص الكلام واضح ما فيهوش حاجه. لكن لما يجي يطبق بقى وتيجي تعمل تلاقيها مش ماشيه. ليه بقى؟ لان هو ما قالكش لما تقف بص ايدك تبقى ما تتكش قوي، تبقى ايدك خفيفه على المنشار، وبعدين تنزل برجلك كده تحت شويه وتعمل تعدل كتفك كده وتجيب، ولما تيجي لاخر حته الخشبه دي هتقع على الارض، فبدا قبل ما تقع تروح بايدك كده ماسكها ماسكه كده من هنا عشان ايه البتاع ما تقطمش من الاخر. ففي حرف في صنعه في الموضوع، محتاج واحد يقف جنبك يقول لك التبس والتريكس دي عشان الشغل يطلع مظبوط. فحسيت ان انا محتاج ان انا يعني ابتديت الاحظ الحاجات دي واجمعها كده، وكل شيفت بقيت بتعلم تip جديده، تip ما اتعلمتهاش في الريزيدنسي يعني، واحنا قاعدين بناخد المحاضره محدش جه قال لنا اعمل كذا، هي بتتعلمها من الخبره كده من وانت شغال يعني. فحبيت ان انا انقل المعلومات دي للناس، وبالذات الناس اللي في الميدل ايست في بلادنا، لان انا حسيت ان الواحد بيبقى عنده زي ما تقول كده ديوتي، انه مش معقول بعد ما انت اتعلمت الناس دي هتنهض ازاي يعني، او دولنا دي هتتحسن ازاي وهتقوم لها قائمة ازاي، وهتتحسن بالذات في مجال زي مجال الطوارئ ده ازاي لو احنا فضلنا قافلين على نفسنا بالمعلومات اللي اتعلمناها. يعني انا I believe انه not sharing knowledge is a sin. ده انت لازم توصل المعلومات دي، لان انت حرام عليك انك يعني تموت بيها. وبعدين جات لي فكرة كده في يوم من الايام يعني، ان انا قعدت افكر كده افتراض جدلي. دلوقتي انا هديك مثال او قصة. واحد دلوقتي فضل شغال طول عمره ومسك اعلى المناصب وكسب فلوس كتير، اشترى عربيات جامدة جدا، اشترى بيت حلو وعنده حمام سباحة، وقاعد هو الريس في الشغل بتاعه، وفضل كده لغاية لما بقى عنده مثلا 60 سنة. وعشان يحقق الكلام ده كله أثر على بيته شوية، أثر على أولاده شوية، أثر في علاقته مع مثلا ربنا شوية، في دينه شوية، ويعني خسر شوية الحاجات دي، بس بقى قدام المجتمع إنسان ناجح جدا. يا ترى لما يجي عند 60 سنة دي ويبص لورا ويقول، ويبقى خلاص بقى مش قادر يشتغل اني مور، هي ريتايرد، قاعد بس في البيت الحلو ده ومع الحاجات الجميلة دي، بس ولاده ما يعرفوهوش قوي، علاقته تعبانة بيهم، ودينه ضعيف ما عملش فيه حاجة قوي. لما الراجل يجي في الوقت ده يلوك باك ويقول هو انا ايه اللي انا عملته ابقى فخور بيه في حياتي يعني؟ يعني هو قاعد لوحده في البيت دلوقتي ما فيش حد معاه، ايه الحاجة اللي ممكن تحسسك ان هو نجح في حياته؟ هتلاقي انك لو سألته السؤال ده ممكن يرد عليك يقول لك والله كان في واحد تعبان زمان عالجته او ساعدته او اديته فلوس وتحسن، دخلته المستشفى عملت له عملية تمام. او يقول لك والله انا اديت دروس كتير ومحاضرات كتير لناس كتير واستفادوا وهم علموا الناس التانيين، دي حاجة يعني هتحسسه انه في قيمة هو قدمها. او يقول لك والله انا اولادي كبرتهم ودخلوا الجامعه وبقوا ناجحين وجوزتهم وعلاقتي بيهم حلوه، لكن مش هيقول لك انا عملت فلوس كتير واشتريت عربيات واشتريت بيوت اللي هو قاعد فيها لوحده دلوقتي. وبعدين خبط في دماغي بقى اللي هو الحديث اللي هو اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فاذا ما كانش في حياتك على الأقل واحد من الثلاث مشاريع دول، إن لم يكن الثلاثة مع بعض، قدام شوية هتحس إن أنت ما عملتش حاجة في حياتك. يا إما صدقة جارية، يا إما تستثمر وقت وتعلم ولادك يطلعوا ناس كويسين ويدعوا لك، يا إما عندك علم علمته بيه للناس. فلضم بقى الكلام ده كله مع اللي أنا شايفه، قلت بس أنا لازم أعمل حاجة بقى يعني تخدم الكلام ده كله.
ويبقى ده البيز يعني بتاعها يعني. فقلت جت بقى فكره اي مابس هنا، ان انا قلت خلاص خلينا اجرب كده اعمل يوتيوب شانل. ده من 3 سنين تقريبا، وعملت الشانل فعلا، وابتديت اتعلم ازاي اعمل استوديو في البيت، وازاي اجيب كاميرا والاضاءه والبتاع والباك جراوند لايت والفيل لايت والكاميرات والانواع والعدسات والصوت و it was kind of exciting يعني. وابتديت جميل. بقى قلت ايه، يعني ليه احنا بنرضى ان احنا نكون دايما in second place؟ ليه ما نبقاش احنا اللي فوق؟ ليه ما نبقاش احنا ليه ما يبقاش طب الطوارئ ده طالع من عندنا؟ ليه ما نبقاش احنا اللي بنعمل ستاديز وبنغير بنقول للناس تعمل ازاي؟ يعني ليه؟ يعني احنا الناس اللي عندنا ناس very active، ناس very passionate. انا ما لقيتش الباشن اللي بره ده هنا to be honest، ما لقيتوش. الناس هنا بتشتغل لمجرد الشغل، يعني ما بيشتغل عشان يعني فاهم، يعمل شويه فلوس عشان يتفسح في اخر الشهر ولا في الويك اند وخلاص. ما فيش الحته اللي هي السبيريتشوال دي، او الحته اللي هي يعني البعد الثالث، فاهم؟ مش موجود. يعني ممكن يكون موجود بس مش زي عندنا. الناس اللي كانوا شغالين معايا في مدينه نصر، اللي لغايه دلوقتي بتواصل معاهم، ناس ياكلوا الزلط، فاهم؟ تروح وتدهن البتاع بنفسك وتعلق وتعرق وتشتغل، تحس قلبهم طالع للشغل كده بس لله، يعني عشان بس الناس كده عايزه تعمل حاجه كويسه وتفرح فيها وتروح البيت كده فخورين بنفسهم. فليه احنا نرضى ان احنا نكون سكند هاند يعني؟ فجه الهدف الاولاني ان هو يتعمل اليوتيوب شانل دي، واحاول ان انا بقدر الامكان اوصل اللي انا اتعلمته. ودي ديوتي يعني، انا واخدها عهد على نفسي ان انا اوصل اللي انا اتعلمته ده للناس، عشان احس ان انا I fulfilled what I'm supposed to fulfill. وضيف بقى لده، طب ليه كمان ما نتجمعش احنا كلنا، الناس اللي سافرت وتعلمت وعندها خبرات دي، ليه ما نتجمعش كلنا كده تحت طائلة واحدة ومظلة واحدة، ونعمل حاجة؟ يعني build a new model، نعمل احنا مؤتمر بتاعنا، نعمل احنا مكان جديد نشتغل فيه. وده من ضمن المشاريع يعني في المستقبل ان شاء الله. فابتدت الفكرة كده، ويعني الحمد لله ربنا ييسر يعني. على اخر السنه دي كده، ان ربنا اراد ويسرها، يكون اول مؤتمر لاي مابس، او اول ورك شوب في لاي مابس ان شاء الله، ويكون في السعوديه باذن الله. لسه يعني شغالين في المحاورات يعني، بس هيكون هدف الورك شوب هو يعني يبقى مجموعه من السيميوليشن زائد المحاضرات يعني. ويكون في تركيز كمان على فكره صناعه الانسان، يعني صناعه دكتور الطوارئ. انت علشان تعلم دكتور الطوارئ، ومش كافي لان انت تديله معلومات اكاديميك وتقول له دي بتعالجها بكذا ودي تعملها بكذا. في شخصيه لازم تبنيها، هتبنيها ازاي؟ في خصائص وخصال للشخصيه دي، لازم تعلمه ليدرشيب، لازم تعلمه ديسيجن ميكنج كاباسيتي، فاهم؟ لازم تعلمه ازاي يفكر، لازم تعلمه يبقى برو اكتيف نوت رياكتيف، يفكر في ستيب 3 وستيب 4 قبل ما يقفش عند، ما يبقاش رياكتيف كده بس. فالحاجات دي اكنك واخد الدكتور من انبوبه كده من ناحيه، طلعته من الناحيه التانيه بني ادم تاني. برضو الفكره دي كانت مستهوياني جدا، يعني ازاي تصنع البني ادم ده، تصنعه ازاي؟ فكل ده ف يعني فكرته هي اللي نشأت موضوع اي مابس ده. بس طبعا انا الوقت برضو للاسف ضيق عندي، فانا مقل من الفيديوهات، لكن عندي لسه قد كده بحاجات عايزه تتقال وتتعمل. وربنا يوفقنا ان شاء الله في المستقبل وتطلع للنور يعني باذن الله. يا رب، ربنا يا رب يكرمك يا رب. ويعني وانا يعني حالا يعني انا مستعد ان انا يعني اساعد باي حاجه في الموضوع ده. الله يكرمك، آه، شرف بجد ليا والله. ربنا يبارك لك يا رب. آه، وفي كتير هتعلمه يعني صراحه، يعني انا عايز يعني زي ما بيقولوا ايه، امسك فيك كده و- ونمشي ان شاء الله، لانه خصوصا يعني ان في يعني زي ما بيقولوا ايه، كومون ايدياز كتير، يعني من اللي حضرتك قلتها موجوده. يعني مش عندي انا لوحدي الصراحه، وعندي مجموعه كمان من الشباب موجودين متنطورين بقى، سواء في انجلترا او سواء في السعوديه او سواء في مصر حتى كمان. فربنا يكرم ان شاء الله، ونعرف باذن الله يعني نجتمع ونعرف نعمل حاجه كويسه باذن الله.
انا يعني حاسس ان انا طولت عليك شويه. فسامحني. والله ده انا اللي اسف، والله ان انا يعني طولت عليك. آه، كل شويه عايز اقول لك انا ساحب في الكلام لا وانت يعني بالراحه. كتر خيرك مديني المساحه. فانا اسف للاطاله يعني والله، لا وارجو ان والله انا ما خالص، اكونش ضايقت بالعكس. لا والله بالعكس، المتابعين بالعكس. بتوعك يعني. لا والله خالص، بالعكس، ربنا يبارك لك يعني. هو الموضوع قائم على ان انت تاخد يعني راحتك في ايصال الفكره. يعني طول ما انت، كل واحد فينا بيبقى عنده يعني طريقته وتصوره، وبالتالي الانصات. يعني زي ما انت كنت بتتكلم في احد فيديوهاتك، انه الانصات والاستماع، فالانصات للكلام يعني اللي بيتقال مهم جدا، لان هو ده اللي بيعلم، او هو ده اللي بيبقى فيه فعلا من وجهة نظري يعني through exchange of experience، او through يعني فده صحيح. بيخلي الواحد يتعلم. آم، خليني يعني أسألك على، وإن كان يعني إحنا عرجنا على كذا حاجة في النص، أسألك على سؤال كده نختم بيه. ما هي أهم ثلاث قيم أو values في حياة الدكتور محمد عبد الرحمن، بي بي بيحب يعني إيه ينطلق منها، سواء بقى في الشغل، في البيت، في الحياة عموما يعني. الإحسان، آه والتغيير، التغيير الإيجابي يعني. مم. دي قيمة تانية. وأعتقد أسئلتك عميقة أنت. آه أعتقد لازم يجي معاهم الصبر، لأنه محتاج إنك تكون صبور ومؤمن بالفكرة. يعني لو سمحت لي أقول يمكن كمان حاجة للشباب الصغير في الطوارئ اللي لسه بيبتدوا برضو. يعني never underestimate yourself. يعني اعرف قيمتك كويس جدا، وما تحسش أبدا إنك يعني أقل من أي حد مهما قابلت من صعوبات يعني. just do your best and give it your all. و... وربنا هو اللي بيكرم في الآخر. هو من غير توفيق ربنا ما فيش حاجة بتتم. جميل، جميل، جميل والله، ربنا يبارك لك. يعني أنا جه في بالي وتواصوا بالحق وتواصوا اه. بالصبر. ف... فصراحة لا، مثلث جميل: الإحسان والتغيير الإيجابي والصبر. حتى أنا حطيت تحتيها 5 خطوط أهو كده تحت بعض يعني. ربنا يبارك لك والله على وقتك. سامحني إن أنا خدت يعني من وقتك. أكيد هنتقابل تاني إن شاء الله يعني، إن شاء الله أكيد ان شاء هنتقابل الله. تاني. وربنا يبارك لك على وقتك ومجهودك وسعيك، وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير. واياكم ونحن وانتم. واشكرك على الاستضافة ال- الجميلة دي، تشرفت بيها.